طلابنا حبايبنا عاملين ايه؟ حابه ابدا معاكم السنه دي بدرسين كده لذاذ سهلين وخفاف برضو في نفس الوقت، والاثنين معلوماتهم قريبه من بعض، الا وهو درس النعت ودرس الحال. تعالوا بقى نبدا كده مع بعض بسم الله. انا عندي اول حاجه النعت. لو جينا نتكلم على النعت انا هبدا بالتعريف بتاعه. ليه بقى؟ التعريف هبدا اطلع منه مفهوم الدرس عندي عامل ايه. فلما اجي اقول لك ما تعريف النعت، انا كده كده كآية بقول عن النعت ده اهو كده كلمه في الجنب بقول عليه ده الدول. ليه بقى؟ مالوش شخصيه، وهنفهم الكلام ده بقى في اخر الدرس مع بعض. اما اجي اقول لك ما تعريف النعت تيجي تقول لي عليه تابع. على فكره كلمه تابع هي كلمه دلدول اللي انا بقول لك عليها، تمام؟ طب ليه بقى يا مس هو تابع؟ نتكلم فيها بعد شويه. هو تابع يذكر ليوضح صفه من صفات المتبوع ويطابق المتبوع في اعرابه. طب يا مس احنا كده قرانا التعريف وعرفنا يعني ايه تعريف مع بعض. تعالى بقى كده ركز معايا، انت قراته انا بقى حابه اشرحه لك وافهمه لك واحده واحده. اول حاجه في كلمه تابع دي، النعت يا سيدي لا يتوقف او ملوش شخصيه معينه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو جيت قلت لك في السبوره بتاعتنا، لو جيت قلت لك حضر الطالب المجتهد، في عندي كده بعض القواعد في النحو بيكون ليها شخصية في الإعراب. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الفاعل دايما بيكون مرفوع، المبتدأ برضو كحالة إعرابية بيكون مرفوع، الخبر كذلك، أي اسم قبله حرف جر بيكون مجرور، حالة الإعرابية بتاعته إن هو بيكون مجرور. لكن النعت أنا ما أقدرش أجي أقول عليه مرفوع في كل الأحوال أو منصوب في كل الأحوال أو مجرور في كل الأحوال. أمال أقول عليه يا مس؟ أقول عليه إن هو تابع. ليه بقى؟ لأن هو الإعراب بتاعه بيتغير، بيشوف اللي قبله جاي ازاي، معاهم عليهم، شوف اللي قبله جاي ازاي وبيمشي وراه. يعني لما نيجي نعرب كلمه حضر هاجي اقول عليها انها جمله فعليه بادئه بفعل حضر فعل ماضي والطالب فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه. طيب بعد ما جبت كده الفاعل اهو قلت ان هو مرفوع علامه رفعه الضمه، هتكلم بقى على المجتهد. المجتهد ده هو نعت. ايش عرفني ان هو نعت؟ لسه شويه على النقطه دي هشرحها لك دلوقتي. اعراب المجتهد ده هو نعت. لما باجي اقول عليه ان هو نعت بيكون نعت مرفوع بالضمه. لو انا غيرت كلمة الطالب وجبتها مفعول به وشلت حضر دي مثلا وقلت رأيت الطالب المجتهد، رأى فعل ماضي تاء الفاعل، إذا الطالب هنا بقت مفعول به. المجتهد ده هو المفروض صفة للطالب، يعني هو نعت، مش هيبقى نعت بقى مرفوع، هيبقى نعت ماله منصوب لأن هو بيقلد اللي قبله. طب لو رحت قلت سلمت على الطالب المجتهد، أصبح كلمة الطالب اسم مجرور يا ولا عشان قبله حرف جر. طب المجتهد اللي هي صفة الطالب هتتعرب ايه؟ هتتعرب نعت مجرور لأنه سبق بحرف جر، تمام؟ يبقى أنا هنا بقول عليه تابع. ليه؟ لأن ملوش شخصية معينة في الإعراب، إعرابه بيتغير على حسب المتبوع اللي قبله. يعني النعت ده هو تابع، بيقلد مين؟ بيقلد متبوعه، تمام؟ طيب هو هيقلده في ايه يا ولاد؟ هيقلده في كذا. اول حاجه هيقلده في 4 حاجات. ايه ال4 حاجات دول؟ الاعراب والنوع والعدد والتعريفي والتنكير، دي بنقول عليها التعيين، تمام؟ طيب الاعراب يعني ايه؟ انا لسه متكلمه عنها من شويه وقلت ان النعت هيقلد اللي قبله في الاعراب. يعني لو المتبوع اللي قبله جاء مرفوع يجي زيه، جاء منصوب يجي زيه، جاء مجرور يجي زيه. دي كده اول نقطه اتكلمنا عنها. طيب في الافراد والتثنيه والجمع يعني ايه؟ هدي لك امثله. الامثله عندي بتقول اشتريت كتابين جديدين. لو جيت هنا اتكلمت على المفرد، اتكلمت عن المثنى، اتكلمت عن الجمع. أمثلة المفرد سهلة: الطالب الخلوق محبوب، الرازي عالم عظيم. طيب قبل ما اتكلم في الحتة دي ايش عرفني ان الخلوق هنا صفة؟ اجي اقول لك من ضمن الحاجات اللي هو بيقلدوا فيها التعريف والتنكير. تعالى كده شوف لي الكلمة المعرفة هنا كلمة ايه؟ قال لي كلمة الطالب، وده اعرابها مبتدأ. الخلوق بقى اعرابه ايه؟ هيبقى نعت. طب ليه بقى نعت؟ اول حاجة كده نفنط واحدة واحدة. انا عندي الطالب معرفة فيها الف ولام، الخلوق جالي معرفة، يبقى دي كده اول حاجة الاتنين اشتركوا فيها مع بعض.
طيب بعد كده انا عندي الطالب ده هيبقى مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، اذا الخلوق ده هنقول عليه نعت مرفوع علامه رفع الضمه، يبقى دي كده تاني صفه الاثنين اشتركوا فيها مع بعض. لو جينا نبص على الافراد والتثنيه والجمع، الطالب مفرد والخلوق مفرد، يبقى كده تالت حاجه مع بعض. اخر حاجه الطالب مذكر، ما رحتش قلت الطالب الخلوقه بقى، انا قلت الخلوق للتذكير، يبقى دي كده 4 حاجات مشتركه ما بينهم هما الاثنين، بنقول عليها يعني المسميات دي بتكون خاصه بالازليه شويه، بس بنقول عليها يا اما 4 من 10، بس ما تركزوش فيهم. 4 حاجات: تعريف وتنكير، افراد وتثنيه وجمع، التذكير والتانيث والتعيين. التعيين يعني اللي هو المعرفه والنكره. دي كده امثله المفرد. احنا كده اتكلمنا على امثله المفرد، نتكلم بقى دلوقتي على امثله المثنى. لو ما اجي اقول لك مررت ببيتين رائعين، تعالى نشوف كده الاتنين مع بعض اشتركوا في ايه وكانوا شبه بعض في ايه. اول حاجه انا عايزه احدد عندي النعت او الصفه، هاجي اقول مرر فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، البيتين الباء حرف جر طبعا، وبيتين اسم مجرور وعلامه جره الياء. مالهم البيتين؟ احدد النعت بسؤال اسمه ما صفه، دي من ضمن الحاجات اللي هتساعدنا ان احنا نستخرج النعت. يعني انا عندي 4 حاجات ادور عليهم، وهسال كمان سؤال ما صفه عشان اوصل للنعت. فهاجي اقول ما صفة البيتين اللي انا مريت عليهم؟ قال لك رائعين. اشتركوا مع بعض في ال4 حاجات ايه هم؟ اول حاجة كده لو جينا نتكلم على الاعراب، هنلاقي ان البيتين اسم مجرور وعلامة جره الياء، لانه حرف قبله حرف جر اللي هو الباء، يبقى دي اول حاجة الجر. اذا المنعوت اللي هو كلمة بيتين مجرور، رائعين هيكون نعت مجرور بالياء. طيب بعد كده نتكلم على التذكير، البيتين مذكر، فرائعين ايضا جت مذكر. طب ومن ناحيه التثنيه والافراد، الافراد والتثنيه والجمع، بيتين جالي مثنى، فرائعين ايضا جاء مثنى. طب من ناحيه التنكير بيتين جت نكره، رائعين اذا ايضا بتكون جايه لي نكره. يبقى هما ال4 حاجات اشتركوا فيها مع بعض. تعالوا نتكلم على الجمع، كرمت او الطلاب المهذبون محبوبون. الطلاب مبتدأ، طب صفة الطلاب ايه؟ انا هساعدك اهو بسؤال ما صفة. ما صفة الطلاب؟ قال لك المهذبون. طب ايش اكد لك ان هم المهذبون؟ طب ما هم ممكن يجي يقول لك محبوبون، اجي اقول لك لا ركز بقى معايا، الطلاب فيها الف ولام، المهذبون فيها الف ولام، فالاتنين معرفة، اذا هم الاتنين اشتركوا شبه بعض اهو في التعريف. ما ينفعش محبوبون ليه؟ لان الطلاب المفروض مبدوءه بالف ولام، محبوبون جات لي نكره. على فكره دي اعرابها هيبقى خبر مش النعت بتاعنا. وركزوا كده معايا، لو انا رحت قلت الطلاب محبوبون، الكلام هنا كده مفهوم وممكن اقف عليه ويديني جمله مفيده ومعنى مفيد. ركز في حته ان هو ان الجمله عندي، الجمله اصلا يا جماعه بتدي معنى مفيد، لكن لو انا رحت قلت الطلاب المهذبون وسكت مش هينفع. يبقى احنا برضو هنستنتج حاجه كده، ان النعت يا جدعان ما هوش اساس في مفهوم الجمله، يعني ما هوش ركن من اركان الجمله. انا اي جمله عندي محتاجه لها فعل وفاعل، او محتاجه لها مبتدا وخبر، سواء كانت جمله اسميه او جمله فعليه. فانا هنا لما اجي اتكلم على الطلاب المهذبون محبوبون، انهي فيهم النعت؟ الاثنين اللي شبه بعض ابدا اشتغل عليهم. الطلاب فيها الف ولام، المهذبون فيها الف ولام. الطلاب مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، المهذبون جالي نعت مرفوع وعلامه رفعه الواو. وهنا نقطه معينه بقى هتكلم فيها، بس هركنها برضو لما اخلص الكلام بتاعي. بعد كده عندي ده مذكر، فكلمة النعت بتاعتهم اللي هي المهذبون جات لي مذكر، وطبعا الطلاب جمع، فالنعت بتاعهم جالي جمع. طب ايه الحتة اللي انا كنت عايزة اتكلم عنها يا شباب العلم كده؟ ركزوا معايا، لما اجي اتكلم على النعت يا جدعان هيتابع اهو، يتابع الذي قبله في ايه؟ في الإعراب وليس علامة الإعراب. يعني ايه بقى المثال ده؟ هرجع تاني للطلاب المهذبون. ركزوا، في فرق ما بين حاجة اسمها إعراب، في فرق ما بين حاجة اسمها علامة الإعراب. الإعراب عندي ان ده مرفوع فده مرفوع، الرفع النصب الجر دي بقول عليها إعراب.
لكن العلامة الطلاب دي جمع مذكر سالم، فطبيعي إعرابها هيكون بالضمة. لكن المهذبون جمع مذكر سالم، فطبيعي إعرابها هيكون بالواو. إذا أنا عندي واحدة بالضمة وواحدة بالواو والاتنين مختلفين عن بعض، لا إشكال، ما عنديش أي مشكلة في الحتة دي. ليه؟ لأن ده راجل له بصمة معينة، ده جمع مذكر سالم فبصمته الواو، ده جمع تكسير فبصمته الضمة. فاحنا مش هنتكلم في الحتة دي إطلاقا، مش هتكون مشكلة بالنسبة لنا. احنا أهم حاجة إن الاتنين يكونوا مشتركين مع بعض في الإعراب، يعني رفع رفع، نصب نصب. لكن حتة العلامة دي لا، كل واحد له علامته، كل واحد له شخصيته في حتة الإعراب دي. طيب نتكلم بقى على حاجة تانية. ايه التاني بقى؟ النعت عندي بعد ما اتكلمت عن الامثله اللي فاتت دي كلها بقول عليها امثله النعت المفرد. يعني ايه المفرد؟ يعني كلمه وكلمه، الطالب المجتهد، الفتاه الجميله، دي كلها اسمها امثله نعت مفرد، يعني كلمه واحده. طيب في انواع تانية، في نعت جمله وفي نعت شبه جمله. انا الصفه اللي هجيبها لك مش لازم تكون كلمه واحده، الصفه اللي هجيبها لك ممكن تكون عباره عن جمله على بعضها كده، مكونة من جملة اسمية أو جملة فعلية. بس أنا بقى هبدأ أشترط عليك شوية شروط، معلش إحنا كل ما نكبر كل ما هنتنك على بعض. أنا في المفرد كان الموضوع سيمبل بسيط، مفيش فيها أي مشكلة عندي، 4 شروط نحفظهم ونذاكرهم كويس وبعد كده نعرف نطلع الناتج بسهولة بسيطة جدا. لكن في النعت الجملة نبدأ نركز شوية. لما أجي أجيب لك نعت جملة، أنا عايزة أتكلم عن الرجل مثلا، فجأة أقول إن الرجل ده هو ماله؟ أخلاقه مهذبة، أو المصريون رجال أخلاقهم نبيلة. لما أجي أقول لك أنا بتكلم على مين؟ على المصريين. مالهم بقى المصريين دول؟ قلت لك إن المصريون دي مبتدأ، رجال خبر. مالهم الرجال؟ أخلاقهم نبيلة. تعالى كده حدد معايا النعت، هل هي كلمة واحدة ولا كلام كتير؟ لا يا مس، هي أكتر من كلمة، في كلمتين عندي هم. طب حدد بقى معايا حاجة كمان مهمة. إيه هي الحاجة دي؟ دور لي على حاجة اسمها الرابط أو العائد أو الضمير. يبقى أنت عندك 3 حاجات أهو، يا رابط يا عائد يا ضمير. احفظها بقى بأي كلمة تعجبك بعد ما تفهم طبعا. كلمة الرابط أو العائد يعني أنا عايزة حاجة بتقول إن أخلاقهم نبيلة، ده هي عايدة على الرجال. يا مس، الرابط أو العائد أو الضمير اللي أنت بتتكلمي عنه اللي هو هم، أخلاقهم، لأن كلمة أخلاق لوحدها هم دي ضمير، هم دي راجع على مين؟ على رجال. إذا ده الرابط أو ده العائد اللي عندي. يبقى اما اجي اقول فين الرابط بتاعي هنا؟ اخلاقهم نبيله فيها رابط، يبقى ده اول شرط ولقيته، وعلى فكره ده اهم شرط. ما دام لقيت جمله فيها رابط حدد لي بقى نوع الجمله. لما اجي اقول لك تعالى اتكلم معايا كده على اخلاقهم نبيله، هل اخلاق اسم ولا فعل؟ لا يا مس، هي اسم. اذا الجمله ده اهي بقول عليها جمله اسميه. إذا النعت هنا جالي جملة على بعضها اسمها جملة اسمية. طيب تعالى بص معايا كده على الحتة اللي جاية، المصريون رجال قهروا الأعداء. مالهم بقى؟ كلمة رجال مالهم؟ أنا عايزة الصفة بتاعت الرجال. قال لك قهروا، قهروا ده هو فعل ماضي. إذا أنا بدأت الجملة عندي بإيه؟ بفاعل، إذا هي جملة فعلية. طب أكد لي كده على الضمير اللي عندك أو العائد أو الرابط. قهروا، واو الجماعة هي ده الضمير اللي عندي. إذا الجملة هنا برضو هتبقى جملة نعت. طب هو ده الشرط اللي أنا أدور عليه؟ أجي أقول لك لا، في شرط تاني، معلش نستحمل الشروط بقى. أنا قلت لك أول شرط تدور لي على الضمير أو العائد أو الرابط. تاني حاجة بقى تدور لي على المنعوت نفسه. المنعوت ماله؟ لاحظ ان في المفرد كنت دايما اقول لك ايه؟ اقول لك ان لازم الاتنين يكونوا شبه بعض. ده نكرة ده يجي نكرة، ده معرفة ده يجي معرفة. لكن انا هنا بشتغل على حاجة واحدة بس، ده بالنسبة للنعت المفرد. أنا عايزة بقى أشتغل في النعت الجملة على
ان انا مش هاخد حاجة غير النكر. يعني ايه؟ يعني المنعوت شرطا ولا بد ان هو يكون نكرة، ويجي بعده جملة، سواء بقى كانت جملة اسمية فيها الشرط او جملة فعلية وفيها الشرط اللي انا قلت لك عليه اللي هو الرابط او العائد او الضمير اللي انا بتكلم عنه من شوية. يعني ايه؟ نرجع للامثلة اللي انا كنت لسه بشرحها لك عشان اكد لك على حتة النكرة دي. لما اجي اقول المصريون رجال أخلاقهم، ركز كده على كلمة رجال، جات لك مالة؟ جات لي نكرة. المصريون رجال قهروا، جات لي نكرة. إذا كلمة أخلاقهم نبيلة جملة اسمية، قهروا الصعاب جملة اسمية، جملة فعلية، الاتنين هيكونوا جمل. النعت هنا جات لي جملة، بس أنا عندي هنا المنعوت نفسه جالي نكرة. يبقى ده من ضمن الشروط اللي احنا هنشتغل عليها. أول حاجة إيه يا جماعة؟ المنعوت لازم يجيلي نكرة. طب بعد ما اجيب لك ان المنعوت نكرة، ابدأي بقى جيبي له بعده جملة اسمية او جملة فعلية، والجملة دي نعربها عادي جدا ونقول عليها جملة ايه؟ جملة نعت. الأمثلة عندي: جاءت فتاة حجابها رائع. كلمة فتاة نركز عليها كده، هي دي المنعوت اللي انا عايز اطلع له الصفه بتاعتها. مالها الفتاه؟ حجابها رائع. طب بص كده على فتاه، نكره ولا معرفه؟ عايزه اسمعك، هتيجي تقول لي عليها نكره. طب شاطر، ادي اول حاجه كده لقيناها. حجابها رائع، مالها؟ ده كلمتين، اذا هو ما هوش نعت مفرد. طب انت ايش ياكد لك ان هو نعت جمله؟ حجابها رائع فيها ضمير اللي هي الهاء اللي عايده على الفتاه، اذا هنا حجابها رائع دي جملة اسمية. طب تعالى هنا على جاء طالب يركب دراجته. طالب هنا ماله؟ خلاص عرفنا انها مالها نكرة، ممتاز. تعالى بقى خش على الكلمة او الجملة اللي جت بعدها. صفة الطالب ماله؟ يركب دراجته. جاية كلمة ولا كلام؟ كلام. دور لي على الضمير. يا مس دراجته. اجي اقول لك لا، الهاء دي مش الضمير. امال الضمير ايه؟ ان يركب هيبقى فعل مضارع. مين اللي بيركب؟ الطالب. بس احنا في الجمل العربية بتاعتنا ما بنرجعش ورا، احنا ماشيين كده. فلما اجي اقول لك مين اللي بيركب، تبص لي بعد يركب مفيش يا مس. لا في يا حبيبي. في ايه بقى؟ في حاجه اسمها ضمير مستتر، هو اللي بيركب. انا طلعت ضمير هنا، اي نعم مستتر، وكلمه مستتر دي يعني مستخبي، مش مشكله. المهم ان انت طلعت لي ضمير يركب فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر. الضمير المستتر ده اللي انا بقول لك عليه اللي هو العائد او الرابط اللي هيربط الجمله بما سبق. فهنا يركب دراجته فيها ضمير، اذا مش شرط ان الضمير يكون موجود عندي في الجمله. امال هيكون ايه؟ يكون ضمير واضح قدامي، او يكون ضمير متصل واضح بقى، سواء كان متصل يعني مكتوب في يعني لازق في الكلمه، او منفصل، او يكون ضمير مستتر. تمام؟ طيب اخر حاجه عندي بقى النعت الشبه جمله. يعني ايه شبه جمله؟ طبعا شبه الجمله دي احنا عارفين ان اي شبه جمله عندي عباره عن ظرف او جر ومجرور. يعني اما اجي اقول رايت معلما امام الفصل، الشرط عندي الاولاني ان المنعوت لابد ان هو يكون نكر اهو. امام الفصل جه هنا ماله؟ ظرف امام، والفصل جر ومجرور، اذا ده بقول عليه شبه جمله. او عرفت رجلا من الصالحين، رجلا برضو جات لي نكره. من الصالحين هتكون عباره عن جر ومجرور، هقول عليها شبه جمله. اذا انا عندي كده النعت يا شباب العلم 3 انواع، يا اما نعت مفرد، يا اما نعت جمله، يا اما نعت شبه جمله. طيب ودي اهم الملحوظات اللي احنا اتكلمنا عنها بالنسبه للنعت وبالنسبه للشروط. نتكلم بقى دلوقتي على بعض الحاجات كده الصغيرة بالنسبة لدرس النعت. أنا عندي كلمة عمرو بن العاص فاتح مصر، أو رأيت مثلا معاوية بن سفيان، أو أي كلمة على مين؟ بينهم كلمة ابن. أولا القاعدة دي فيها حاجتين، قاعدة إملائية وقاعدة نحوية. يعني مثلا زي كلمة عمر ابن الخطاب،
القاعدة الإملائية هي إيه؟ إن كلمة ابن، لو أنتوا بقى شباب إعدادي جدعين عارفين إن كلمة ابن دي المفروض من الأسماء المسموعة اللي بتكون مبدوءة بألف وصل أهو. قال لك ابن دي كإملاء لما تجي تملاها يعني، أو ككتابة لما بتكون واقعة بين علمين معرفتين أهو، عمر والخطاب، والتاني أبو الأول. يعني إيه؟ يعني الخطاب ده هو أبو عمر، تمام؟ في الحالة دي بحذف كلمة ابن، بحذف ألف الوصل. تاني حاجة ابن ده هي بتتعرب نعت. يبقى انت كده عندك قاعدتين اهو. اول حاجه الف ابن تحذف لو وقعت بين علمين بشرط ان التاني اللي هو الخطاب يكون ابو عمر، او اي اسم عندك بقى زي عمرو بن العاص، العاص ابو عمرو، او معاويه ابن سفيان، سفيان ده ابو معاويه. اذا كلمه ابن الف الوصل هنا تحذف. طيب ومن ناحيه الاعراب ابن تعرب نعت. ادي دي قاعده اهي، يعني زي ما بنقول عليها كده ضربنا عصفورين